اقسم بالله انه رياض محرز مظلوم. رياض محرز انت افريقيا ما بتحبك، والله انه افريقيا ما بتحبك يا رياض محرز، دائما ظل. مرحبا بكم متابعي قناة أخبارنا نيوز. أثار استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز من سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي ردود فعل قوية من قبل مختلف الأندية والإعلاميين، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي. قائمة الكاف التي وصفت بأنها غريبة وغير منصفة أثارت جدلا كبيرا وتساؤلات عديدة. أترككم الآن مع أبرز ردود الفعل عن هذه الفضيحة الإفريقية. تم استبعاد المايسترو رياض محرز من ضمن الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. بصراحة شيء غريب، وأنا ودي أعرف إيش المقاييس لهذه الجائزة، لأنه لو جينا بمقاييس البطولات رياض محرز محقق الثلاثية في آخر موسم له مع السيتي، وفي دوري جدا قوي وصعب، 3 بطولات محققها مع السيتي. تكلمنا عن المساهمات، في رياض محرز مساهم في آخر موسم له مع السيتي ب30 مساهمة، ده بالرغم إنه كان دكة، لكن من جودة ذا اللاعب مساهم 30 مساهمة. وبكذا تكلمنا بمقياس البطولات وتكلمنا بمقياس المساهمات. رياض محرز له بصمة كبيرة فيهم الاثنين. عموما وعلى أي حال ستبقى رياض محرز أنت الجناح الأفضل في العالم في عيون محبينك وفي عيون جمهور الأهلي. لا ننسى برضو انه ذا اللاعب هو اكثر لاعب صناعة للاهداف في العالم في عام 2023. يمكن من يومين تراجع للمركز الثاني، ممكن في مباراته الجايه مع الاهلي يرجع للمركز الاول. عموما ان شاء الله تعوض بالبطولات معانا اكثر واكثر، ولا يهمك يا محرز. نرجع للجوائز الفردية اللي ما حدا فهمان من سماها شيء. تخيلوا يعني رياض محرز اللي مسجل 17 هدف وصانع 19 هدف، 36 مساهمة تهديفية، كأس الرابطة، بدوري الانجليزي، دوري الابطال اوروبا، مش مرشح لجائزة. طيب شو اللي يعني شو بدكم بعد من اللاعب اكثر؟ شو بدكم يطير مثلا اللاعب؟ شو بدكم بعد من اللاعب اكثر من اللي عمله رياض محرز؟ شو المعيار هالمرة مثلا؟ شو القصة يعني؟ شو بدهم بعد بافريقيا؟ على كل حال في حكيمي بعد، في صلاح، في عثيمين، ان شاء الله يا رب يا حكيمي يا صلاح. غياب رياض محرز عن اللائحة النهائية لأفضل لاعب بأفريقيا كان الخبر الأبرز لليوم. لذلك بهذا الفيديو رح استعرض أرقام اللاعب الجزائري إضافة لفيكتور أوسيمان، محمد صلاح وأشرف حكيمي. بداية من اللاعب النيجيري اللي خاض 39 مباراة وسجل 31 هدف وصنع 5 آخرين، أحرز لقب الدوري الإيطالي وهداف إيطاليا. أما محمد صلاح فهو خاض 51 مباراة، سجل 30 هدف وصنع 16 هدف آخر، لكن لم يحرز أي لقب مع ناديه. أشرف حكيمي بدوره وبعيدا عن الأرقام الفردية على اعتبار أنه مدافع، لكن سجل 5 أهداف، صنع 6، أحرز لقب الدوري الفرنسي ووصل مع منتخب بلاده أسود الأطلس إلى نصف نهائي المونديال. ونصل الآن إلى رياض محرز الذي خاض 47 مباراة مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات، سجل 15 هدف وصنع 13 هدف، هذا على المستوى الفردي. أما على المستوى الجماعي فهو أحرز الدوري الإنجليزي، كأس إنجلترا ودوري الأبطال. مين اللاعب اللي راح يحرز اللقب؟ وهل ظلم رياض محرز؟ حاجة والله ما فهمتها، اللي فهمها يفهمها لي. بن شيخة خيروه مع أفضل 3 مدربين في القارة الإفريقية، زوج الآخرين واحد فيهم حاكم نادي، هو الوحيد اللي حاكم نادي محلي في القارة الإفريقية. بصح النادي المحلي اللي بيفضلوا بن شيخة ترشح باش يكون مع 3 ما كاشو. مرحبا بك في ألعاب العقل. مع من دار الإنجازات هذوما بن شيخة أخويا العزيز؟ كيف اتحاد العاصمة بطل كأس الكؤوس الإفريقية، بطل كأس السوبر الإفريقي، مسابقتين إفريقيتين في موسم واحد، ما تخيروش ماشي ما تخيروش أفضل نادي إفريقي في السنة مع ال3 اللي ترشحوا باش يدوا أفضل نادي إفريقي، وموراها محرز أكبر مرشح للتتويج بأفضل لاعب في القارة الإفريقية. ما كاشو كاع نحكوا باش واش حبيتوا نحكوا لغة العاطفة، بالك راني نحكي بالعاطفة، بصح لغة الأرقام ما تكذبش، ما فيهاش عاطفة لغة الأرقام يا أخو. أبسط أنواع الإحصائيات، قشور الإحصائيات اللي الناس قاعد تفهمهم، أهداف، تمريرات، 17 هدف و19 تمريرة حاسمة. واش نزيدو؟ خلينا مباريات معيارية في الموسم مع مانشستر سيتي، مباراة توتنهام 2 هدفين تمريرة حاسمة، فوز برباعية، 2 مش حال من فرصة ماركاهم، شحال نسبة اكس جي كما راكم تشوفوا في هذاك الماتش، ولا عدد الاهداف المتوقعه انه يسجلها، ما لحقتش هدف، سجل 2. تما الوضعيات اللي تحط فيها باش يسجل 2 ماشي سهله. الهاتريك اللي ماركاه في وامبلي كان اول لاعب فوق 32 سنه يسجل هاتريك تحت قياده غوارديولا، اكثر جناح في الدوري الانجليزي يدير تمريرات صحيحه، كميه
كيفيه عاودوا نولوا 19 تمريره حاسمه و17 هدف. ارقام الكيفيه والكميه في زوج، كاليتي كونتيتي. نروحوا للالقاب الجماعيه، دوري ابطال اوروبا، دوري الانجليزي، كاس الرابطه الانجليزيه، ما كانش مع الثلاثه. لا خويا العزيز، لا ولا غير سيريو، لا والله انها اكبر سرقه وظلم في تاريخ كره القدم. ولكم رياض محرز مش من الثلاثه المرشحين لجائزه افضل لاعب في افريقيا 2023. انتم متخيلين اللاعب اللي حقق ابطال اوروبا والدوري الانجليزي وكاس الرابطه مش مرشح، بينما هناك لاعبين اترشحوا لهذه الجائزه وهم طلعوا موسم صفري. اقسم بالله انه رياض محرز مظلوم. رياض محرز انت افريقيا ما بتحبك، والله انه افريقيا ما بتحبك يا رياض محرز، ودائما ضل بيدك ودائما ضدك. اقسم بالله اكبر ظلم بشوفه بحياتي. انا اقسم بالله بحكي لكم يا اخوان، اللاعب حقق كل شيء بس لانه دعم فلسطين، لانه دعم فلسطين ما رشحوه. يا رياض محرز حتى لو انك انت مش مرشحينك، انا بالنسبه لي انت وكلياتنا متعارفين هذا الشيء، انك افضل لاعب في افريقيا. والله انك ظلمت يا رياض محرز. افريقيا ما بتحبك يا ابن الجزائر.